بارت 3 الإجابة على الجدوى الاقتصادية اللي بتعود علينا من العاصمة الإدارية إيه هي؟ البارت ده هنتكلم عن المصادر الدولارية في مصر. إيه هي المصادر الدولارية في مصر؟ أول حاجة السياحة، تاني حاجة قناة السويس، تالت حاجة تحويلات المصريين من الخارج، رابع حاجة التصدير، خامس حاجة الاستثمار. طيب خلينا نشوف العاصمة الإدارية عاملة إيه في الخمس ريسورسز دي. أول حاجة تحويلات المصريين من الخارج. طب العاصمة الإدارية عبارة عن إيه أصلا؟ عبارة عن أماكن سكنية، مكاتب إدارية، عيادات طبية، الشقق فندقية، حاجات كتير جدا، استثمارات بجميع أنواعها كعقار. طيب ده بسببها إيه اللي بيحصل؟ المصريين بيشتروا من الخارج. إحنا ما شاء الله 60% من الشعب المصري شباب، وعندنا ثقافة الامتلاك، فبالتالي كل اللي عايز إن هو يسكن في مدينة جديدة معمولة على أعلى مستوى من الانفراستراكشر بتاعتها أو البنية التحتية والبنية حتى الفوقية، مدينة مستدامة شغاله بالطاقه الشمسيه، فيها اعلى معدلات الامان. فحضرتك دلوقتي لما تتواجه على العاصمه الاداريه تشتري شقه او هتفتح شركه او عياده، او ان حضرتك بتنزل ترانزيت مصر كتير فيبقى عندك غرفه فندقيه ومحلات، كل حاجه موجوده. واي نشاط هتفتحه هيبقى مطلوب، لان احنا بنتكلم استهداف السكاني للعاصمه الاداريه 6.5 مليون نسمه. دي كده بالنسبه لتحويلات المصريين من الخارج. النقطه الثانيه السياحه. العاصمة الإدارية فيها سياحة علاجية وسياحة رياضية وسياحة ترفيهية وسياحة دينية وسياحة ثقافية وجميع أنواع السياحة. السياحة تقريبا 8 قطاعات، والثمانية متوفرين داخل العاصمة الإدارية. مش بس إن أنت هتروح الأهرامات أو هتروح الأقصر وأسوان أند سو، لا، أنت عندك دلوقتي سياحة ترفيهية، ديزني لاند، عندك مثلا سياحة رياضية، فورمولا 1 والمدينة الرياضية، عندك سياحة ثقافية، اكسبو سيتي ومدينة المعرفة والحي التراث، الطبية، وفي السياحة الدينية الموجودة طبعا في مسجد مصر وفتح العليم والكاتدرائية والمتاحف الإسلامية ومركز برضو التراث. فاحنا بنتكلم في جميع أنواع السياحة موجودة، حتى السياحة الليلية موجودة برضو، موجودة في النهر الأخضر، موجودة في الداون تاون، موجودة كل حاجة موجودة. فبتتكلم دلوقتي كده القطاع السياحي تمام. النقطة الثالثة الاستثمارات. دلوقتي في دول كتير بتستثمر في العاصمة الإدارية. الصين، منطقة السي بي دي، عندك الإمارات، السعودية، الكويت، في دول تانية كتير خليجية زي البحرين. عندنا اوبشنز كتير جدا ودول كتير بتشتغل عندنا واستثماراتها، وده متوفر وتقدر تشوفه على أرض الواقع. طيب الصادرات، انت ربطت العاصمة الإدارية بالعين السخنة والقطار السريع، وعملت عملية الديجيتاليزيشن عن طريق الداتا سنتر عندك اللي في الداون تاون. فكل المعلومات والمعرفة وسرعة الخدمة موجودة. ايه هي اصلا العين السخنة؟ المنطقة اسمها لوجستية. يعني ايه منطقة لوجستية؟ هي منطقة صيانة وشحن وتفريغ ومعلومات ونقلها من والى الدول. فانت عملت ايه؟ ربطت العين السخنة بالعاصمة الإدارية، فطبعا ساعدت على التصدير. ولما العين السخنة توسعت الرصيد بتاعها وجبنا شركة عالمية تديرها اللي هي شركة مواني دبي العالمية، فانت دلوقتي بقيت قريب جدا كمان من العاصمه الاداريه عن طريق القطار السريع اللي بيروح من العين السخنه للعاصمه الاداريه في ربع ساعه. فاي رحله مستثمر، اي خدمه عايز يخلصها، ينزل خلاص العاصمه الاداريه ويرجع تاني في نص ساعه، ربع ساعه رايح ربع ساعه جاي، ومع طول مده الخدمه اللي هو عايزها. ربطها بقناه السويس. قناه السويس بيمر عليها كابلات الانترنت في العالم كله، 17 كابل بيغذي 60 دوله، اكتر تاني دوله في العالم بيعدي لها كابلات انترنت. عندك الداتا سنتر ربطها بيه المنطقه الاقتصاديه اللي جنب قناه السويس، المصانع بتاعتها الموجوده هناك زي المصانع الصينيه والروسيه والالمانيه والتركيه. الناس دي عايزه شركات، فالشركات هتيجي العاصمه الاداريه، اقرب منطقه مخدومه ومهيئه لاستقبال استثمارات وشركات. فانت دلوقتي المصادر الدولاريه كلها تقريبا العاصمه الاداريه داخله فيها. قناه السويس، سياحه، تحويلات المصريين من الخارج، استيراد وتصدير طبعا عن طريق البيانات، والاستثمارات. عندنا ارض شاسعه معموله على اعلى مستوى. بنتكلم العاصمه الاداريه 237 فدان بانضمام المرحله الرابعه اللي هي المنطقه الصناعيه ضمت. فبقى عندك دلوقتي من الدائري الاوسطي العاصمه الاداريه بتبدا لحد البحر الاحمر او العين السخنه. كل المساحه دي على اعلى مستوى من الانفراستراكشر والبنيه الفوقيه، مدينه مستدامه مؤمنه بشكل كبير جدا جدا جدا. شكرا.